تحياتي إلى جميع الغوالي، جميع المتابعين. جايكم برحلة من أراضي برلين في ألمانيا، وتحديدا من منطقة ألكسندر بلاتس. وهون نحن بالساحة شايفين هاي الساعة العالمية لجميع دول العالم، مثل شايفينها خلفي. شايفين الأجواء شلون الناس. برلين عاصمة كبيرة ودائما مكتظة بالسكان، معروفة من بين عواصم العالم، من أقوى العواصم الأوروبية تقريبا. وهي الساعة العالمية قربت أصور لكم هي بشكل تقريبي. شايفين توقيت جميع دول العالم موجود عليها، هي مساحة برلين، مساحة ألكسندر بلاتس. وهون شارع الماركات، يعني مثلا النايك، البوميل، جميع ماركات الأحذية، الألبسة بتلاقوها بهذا المكان. هي مثل ما قلت لكم الساعة لجميع دول العالم بالتوقيت العالمي. واللي بده يعرف ألكسندر بلاتس بيعرفه من هذا المطعم العالي. هذا فوق مطعم مشهور. في عنا هذا المبنى كمان مشهور هون. بتلاقي الناس عم ترمي حالها بالحبال، يعني كرياضة من فوق، بتكون مربوطة بحبال. طبعا رح افرجيكم شلون عم يتجوجحوا على العالي، اعلى القمة. مثل ما شايفين، يعني هي عبارة عن مغامرة، بس اغلب الاحيان بكون عم يشرفوا حالهم من اعلى القمة لتحت، وبكونوا مربطين بحبال. طبعا هي الشغلة سهلة نحن عم نشوفها من تحت، لكن مغامرة خطيرة ومخيفة. مثل ما شايفين مطعم ألكسندر بلاتس يلي بالبرج العالي صار وراي. كان التصوير هنيك كنا بعكس الشمس، فكتير عم نلاقي صعوبة بالتصوير. وهون وراي مكتوب ألكسندر بلاتس الأوبان. وهي الساحة هلا رح نروح نصور النافورة الحلوة يلي هي ساحة ألكسندر بلاتس. مثل ما شايفين الفعاليات، اغلب الناس مثلا هذا عنده موهبة بيجي بغني ساحة برلين، مبسوط على حاله.
هون اغلبيتهم فعاليات كمان، منا عم تدعي للديانات، مثلا ناس بيدعوا للاسلام، ناس بيدعوا للمسيحيه، كل مين حر بدينه. وهي برج الكسندر بلاتز بشكل تقريبي، راح نوضح الصورة فوق. هذا مطعم على العالي، الناس تطلع لفوق تتعشى بتتغدى. هاي كله دور مداراته مطعم. واغلب ماركات الملابس والاحذيه بتلاقوهم هون بالسنتر. وفعاليات من جميع دول العالم، بتلاقي الهندي، الباكستاني، العربي، الايطالي، الاسباني، جميع جنسيات العالم بتلاقوهم متجمعين في برلين. طبعا ساحة الكسندر بلاتز هي كانت قديما للعرض العسكري، وفي بعض الأحيان كانت لسوق بازار المزارعين في برلين. وبالنسبة لهذا البرج، هو أعلى برج وأعلى منطقة في ألمانيا، هو برج التلفزيون. طبعا المطعم نحن ما عم نشوفه من الداخل، المطعم فوق يعني متحرك دوار بس من القسم الداخلي. وهي الساحة تعرضت بالحرب العالمية يعني إلى دمار كامل، ورجعت حيت حالة عبر أبنائها. وإن شاء الله هيك بلادنا سوريا ترجع تعمر أحسن من قبل، وتصير من أحسن بلدان العالم. وهي جينا نصور عن قرب من تحت البرج مباشرة. لأني من بعيد ببين كتير صغير، وهو انه يكون اعلى قمة في المانيا هيك حسب الدراسات. هدول العربات بالإكسندر بلاتز بيستخدمون مثل التاكسي المتجولة، مثل
الحنتور القديم، تدفع له تيكت تطلع بسوي لك جولة في كل المنطقة. هلا غيرنا جينا على الكسندر بلاتز من الطرف الثاني. هاي بتشبه الساعة يلي بلندن. أغلب الأحيان بتكون المنطقة ساحة عروض للمغامرين للمحترفين. تعالوا لنشوف هذا العرض الياباني. شايفين العالم كلها متجمعة وعم بتصور. عم بيلعب طابات الكريستال. كل دولة وبتعبر عن ثقافتها من خلال الفن بهي المنطقة. هذا أحد العروض بكل أماكن هون بالمنطقة. بتلاقي عروض لدولة معينة مثلا إسباني، إيطالي، أنواع رقصات، برازيلي، تانجو، أرجنتيني، من جميع الدول والطوائف والملل. شايفين الناس شلون مبسوطين وكلهم عم يصوروا وبتعرفوا على ثقافات الدول الثانية. يا حركات بركات. وهي فعالية تانية. كل إنسان بعبر عن ثقافة دولته كذا بطريقة فنية. هدول عم جهزوا. نشوف غير فعاليات بنفس المكان. هي فعالية الرسم على الأرض.
هاي فعالية إفريقية عم بعبر عن ثقافة بلده بفنه عبر الموسيقى. She owned it in the light when it's spread of love. Only knows the sound when it starts to snow. Only know you love it when I let it go. Only know you've been high when I'm feeling low. Only hit the road when you're missing out. Only know you love it when I let it go. هلا رح ندخل من تحت هذا المبنى. هلا طلعنا من الطرف الثاني للمبنى. حبايبي ولهون نكون وصلنا في نهاية مشوارنا في رحلتنا لبرلين، وصورنا منطقة من أجمل المناطق في برلين. بتمنى تنال إعجابكم، ولا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتعليقاتكم الحلوة. ربي يسعدكم جميعا.